السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم جبت لكم طريقة تحضير بديل الكرز. بما انه احنا في اوروبا ماشي متوفرين عندنا بزاف مواد الحلويات، لازم علينا نخترعوا باش نديكوريو المشوك ديالنا. في كاسرونه حطيت كاس تاع الماء، ضفت عليه نص كاس تاع مايزينا، وضفت عليه نص كاس تاع سكر عادي. ضفت عليهم نص مغرفة كبيرة تاع الملون بعطر الفراولة. ولا عندكم نتوما تاع الكرز من الاحسن تاع الكرز، انا ما كانش متوفر عندي تاع الكرز دونك درت تاع الفراوله. ومن بعداتي كنخلطهم كامل مليح بارد في بارد. بعد ما نخلطهم ويتجانسوا لي كامل المواد مع بعضهم، نحطهم على نار قليله حتى تبدا تعقد لي هاد الكريمه تاعنا اللي رانا نوجدو فيها او بديل الكرز. وهنا بعد ما عقدت لي مليح وهي سخونه نعصر عليها نص حبيبه تاع قارص، وبيان سور نصفوها باش ما يطيحلناش العظم لداخل الكاسرونه. نخلط مليح، نعاود نرجعها فوق النار حاجه خفيفه، ونحكم طبيسي نرشو كامل بالزيت، ونحط فوقه هذاك الخليط ديالنا، نخلطوه شويه بلا سباتول باش يبرد لنا غير شويه ابانسيو تخدموا به وهو يكون سخون. نحولو برك هذيك السخانه. نبدا هنايا انا ندير في يدي الزيت، نرش في يدي الزيت ونبدا ندير الكويرات تاعي، وانتم خيروا الحجم اللي تحبوه. نحكموا ان بانسو ولا اي حاجه عندكم، نديرو في الوسط تقبه، نلبزو بيدنا هكا شويه، نديرو في الوسط تقبه كيما راكم تشوفوا راه واضح في الفيديو. شوفوا البنات، تقولي الكرز زين نشروه. هنا درت في هاد الباطه، وانتم ديروا كذلك في باطه تكون مغلوقه مليح، ديروها لداخل الفريجيدير ولا ديروا لها السيلوفان، لازم ما يدخلهاش كامل الماء. وبما انه انا هاد الحبيبات راح نخدم بهم، درت لهم لاجولي، وتحبوا نتوما ديروا لهم شويه تاع العسل، ديروا لهم شويه تاع العسل باش تعطيكم برك هذيك لا بريونس تاع الحبه تاعنا تاع الكرز. ونقول لكم هنا افوتر ريسيت ان شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم طريقه تحضير بديل الكرز. سلام، في الملتقى ان شاء الله.